أعزائي وأخواتي في اليمن السعيد الغالي على قلبي شخصيا، وأنتم بتعرفوا قديش معزتكم واحترامكم بالقلب. الله بيشهد قديه بحبكم. يعني الكل بيسألني ليه هالقد بتحب اليمن، ليش بتضلك تحكي عنهم؟ قسما بالله يا جماعة، وحياة هالأذان هلأ عم يأذن الله أكبر بشهادة الله أكبر، انه عم بكتشف كل يوم عن اليوم قديه سبحان الله عاطيكم هيدي الإرادة، هيدي الصلابة، قوة الإيمان. هي أنا عم شوف كتير دول وبشوف كتير شي طالع شي نازل مثل اليمن، والله العظيم ما شفت، ما عيني رأيت قديش عندكم هيدا الهيبة، الوقار، الإيمان بالله. يعني حتى احترامكم للمرأة، يعني شي فظيع. انا شو ما احكي بحقكم قليل. يا اخي الهيبة من الله. عندنا في الأردن، وهاي الحادثة أنا شاهد عليها، أنا واقف عليها، وأكثر من 30 رجل واقف على على هذا الموضوع. شاب، القصة عن اليمني، والآن بدي أحكي لكم كيف إحنا عرفنا موضوع اليمني هذا. شاب أردني دعس طفل، قاعدين نجمع له دية. أتوقع اللي كانوا يتابعوا صفحة خالد صبيح على الفيس شاف الحملة. يمني في منطقة الصفاوي بالأردن، يعني اللي يعرف المناطق البادية الشمالية الشرقية اللي من جهة المفرق، منطقة الصفاوي الكل يعرفها. واحنا قاعدين نجمع تبرعات، اجا واحد والله العظيم يا اخوان متلثم، مش مبين غير خشمه، لابس ثوب ما بده حدا يعرفه شكله الظاهر، يتبرع لهذا الشاب اللي دعس الطفل عشان نجمع له الدية. اجا والله مسك 10 دنانير أردني قدامي، حطهن بالصندوق. ناديته انا واحنا على البث، تعال تعال تعال. قال لي هيك، والله العظيم كرمته، قال لي هيك، داير وجهه، قال لي هيك. نط واحد من الحاضرين من اللي قاعدين عندنا يحكي لي: خالد تعرف هذا الرجل مين؟ قلت لا والله ما بعرف. رجل ملثم، ما حتى وجهه ما عرفته. قال لي هذا رجل جنسيته يمنية من اليمن، عندنا في منطقة الصفاوي، شغال بإحدى المطاعم. قلت له أيوة. الناس واقفة طبعا والبث فاتح، اللي فاتح بث، بثين، ثلاث، 4 بثات فاتحة بالقعدة، من ضمنهم بثي أنا. قال لي هذا يمني قاعد يشتغل في إحدى المطاعم. إحنا كأهل الصفاوي، أهل الصفاوي وافين، معطينه غرفة عندنا شبه مجانا، شبه بلاش. قاعد أقول له كيف يعني شبه بلاش؟ ليش؟ وهو يمني ومغترب، أكيد يشتغل أموره ظابطة، يعني نمشي أموره يعني بالشغل. يقول لي يا خالد يا أخوان، من ترك شيئا لله آمن في هذه المقولة، آمن يلي تتابعني. لا تقول ما في رزق، لا تقول ما في شغل، لا تقول ما في أكل، لا تقول ما في، آمن في هذه. من ترك شيئا لله، اللي بين قوسين هاي، عوضه الله خيرا منه. يحكي لي الرجل اللي من الصفاوي اللي قال عنه أبو غصاب، يقول لي هذا اليمني عليه غرامات تأخير 4000 دينار، 4000 دينار. وهو يحكي لي، هو من وراء البث الرجل أبو غصاب اللي من الصفاوي، أردني الجنسية. يقول لي خالد هذا يمني عليه غرامة 4000 دينار تأخير، مش عارف رسوم، مش عارف ايش. قلت له ايوه. قال اجى تبرع بيوميته 10 دنانير، اجى تبرع يوميته لله. الرجل راح اليمني. قلت يا اخوان انا والله على البث، ومعاي صديقي لي، اخوان الي واصدقائي لي. قلت يا اخوان اللي اجى وتبرع الان ب10 دنانير بيوميته، يوميته 10، اجى تبرع بيوميته، اشتغل طول هاليوم ومسك هال10 دنانير رماهن بالصندوق التبرع لوجه الله، تبرعهن هو لوجه الله. يمني الجنسية، من اخواننا اليمنيين بالاردن.
عليه غرامة 4000 دينار حسب ما يقول لنا أخونا وأهل الصفاوي، يعني حسب ما يقول لنا، وشهدوا له أهل الصفاوي طبعا إنه عليه غرامة وإنه الرجل الله يعينه. عليه غرامة 4000 دينار. قاعد بجنبي صديقي لي اسمه مشعل، اجى تلفون لمشعل وانا قاعد اشرح للناس قصة انه اليمني ترك شيء لله، احنا اخوان مسلمين، احنا مسلمين واحنا اخوان واحنا متعاضدين جسد واحد. اجى مشعل اخوي ركض اللي معاي قال لي خالد اجاني الان تلفون، شوفوا اجاني الان تلفون من فاعل خير بده يدفع 4000 دينار عن هذا اليمني الغرامة. أعطوه رقم تلفوني خلوه يتواصل معي. شوفوا كيف دفع 10 دنانير لوجه الله. الله عوضه بابن حلال، قال له أنا أتكفل بال4000 دينار حقاتك الغرامة اللي عليك. اترك شيء لله، اترك أثر وين ما تروح. آمن بمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، مثل أخونا اليمني. شفتوا كيف دفع يوميته 10 دنانير، قال هذول لله، ومغطي وجهه ما بده حدا يعرفه ولا بده حدا يشوفه على الكاميرات الدين. الله عوضه بابن حلال، حكى تلفون قال أنا متكفل بال4000 دينار اللي أدفعهم على اليمني. ربك ما يترك عبده، الله ما يترك عبده. تحياتنا لكم، تحياتي لإخواننا اليمنيين كلهم، تحياتي لكل إخواننا العرب المسلمين، ويعطيكم العافية. ويا هنيال كل من يتاجر مع الله، التجارة مع الله ما بتبور. اترك شيء لله، والله غير الله يعوضك أحسن منه. السلام عليكم.